صباح الفل عليكم، صباح الجمال، صباح القشطة، صباح التفاؤل، صباح الناس الجميلة. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل العاشورة. كل سنة وانتم طيبين. خلاص كام يوم والسنة الهجرية هتبدأ. ربنا يحقق لنا كل أمنياتنا، واللي نفسه في حاجة إن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا وتحقق فيها الأمنيات. أنا جبت ربع كيلو قمح ونقعته لمدة 3 ساعات، وبعد كده علقت عليه وسبته يغلي لغاية لما وصل للمنظر اللي انتوا شايفينه ده. كده كده يبقى هو كده استوى. شايفين انا ولا حطيت له نشا ولا حطيت له حاجه، هو القمح بس بقى بالشكل ده. وتسيبيه يغلي تاني، وبعد كده هتحطي السكر. انا حطيت سكر، حطيت عليه كوبايه سكر وسبتها تغلي ياخد طعم النشا، ياخد طعم السكر قصدي. وبعد كده هنحط عليه كوبايه لبن كامل الدسم. لو انت عندك لبن بقشطته، لو عندكيش قشطه ما عندكيش عندك لبن حطي، عندك قشطه حطي، بس انا كان عندي لبن وقشطه حطيت الاتنين، لبن وقشطه على بعضيهم حطيتهم. بعد كده هجيب معلقتين نشا ونقلبهم مع بعض على ربع كوبايه لبن. حطي النشا مع اللبن وهنقلبهم كويس. بعد ما تقلبيه هتحطيه على الخليط على البوتاجاز. يا بنات ارفعوا لي الفيديو واعملوا متابعه وشير. متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. كل الوصفات الجديده هتوصل لكم، بس انتوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان كل الجديد يوصل لكم. وبعد كده بتحطوا على النشا على القمح اللي حاطين عليه اللبن والسكر والموارد او الفانيليا، وبنقلبه لغايه ما يتجانس مع بعضه. مش بتقلب كتير، اول ما نلاقيه مسك كده وبدأ يتقل خلاص كده هنشيله من على النار. زي ما انتوا شايفين هو ده المنظر بتاعه. بعد كده في كاسات التقديم هنقدمه، وتزوقيه بقى انت زي ما انت عايزه. حطيه في قلب كاسات التقديم كده وهتسيبيه يبرد. وحطيته في قلب الكاسات بتاعت التقديم هتسيبيه يبرد خالص كده. وبعد ما يبرد هنحط عليه التزويق، مكسرات، جوز الهند، اللي انت عايزه تحطي عليه حطيه، ويبقى بنفس المنظر ده كده. وكل سنه وانتم طيبين. اوعوا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، والتعليق والمشاركه. يسعدني جدا تعليقاتكم. ربنا يجعلها سنه سعيده علينا وعليكم يا رب، ويحقق لنا فيها كل امنياتنا. ايه رايكم؟ يوصل لغايه هنا يشترك في القناه.